سموها المكشكشة وبقت ترند وبتتباع دلوقتي في المحلات بمبالغ. تفتكروا تستاهل ولا لأ؟ هنعرف في الفيديو. مبدئيا هي تحضيرها سهل وبسيط قوي. على النار هنحضر الشربات في الأول. كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوباية ونص من المية، شريحتين من الليمون، وهرفعهم على النار. في الأول النار بتكون عالية لحد ما نحس ان السكر يبتدى يدوب وابتدى السكر مع المية يغلي من الجوانب اهو زي كده بالظبط. اخلي النار متوسطة، وبعد ما هدي النار نار متوسطة هحسب له بالظبط 7 دقايق، وبعد كده هنرفعه من على النار لحد ما يبرد تماما. وهجيب صينية مستطيلة، اي بقى نوع صينية، ألمونيوم، تيفال، زي ما تحبوا، بس انا بحب دايما اعمل الحلويات والكيكات في الصواني الألمونيوم، تكون نتيجتها احلى وبنتعامل معاها بسهولة، يعني مش بنبقى خايفين. دهنت الصينية كويس جدا بمعلقتين من السمنة القاع والجوانب، وهجيب لفة واحدة من الجلاش. ولو الجلاش حتى متقطع معانا مش سليم زي كده ما تقلقوش خالص، مش هيبان خالص. هاخد في الاول ورقتين ورقتين، وهنستمر بنفس الطريقة. هنعمل اللفة كلها ورقتين ورقتين، وهدهنهم بالفرشة كويس جدا بالسمنة. انا هنا سيحت بالظبط كوباية الا ربع من السمنة، وهيتبقى منها كمان. وهنبتدي بعد ما دهنا الجلاش نكشكشه. عارفين زي ما كنا بنعمل مراوح من الورق زمان، زي ما كنا بنعمل مروحة من الورق وبنكشكش الورق، هنكشكش الجلاش زيها بالظبط. يعني هي اسمها مكشكشة، اسم وصفة. وهستمر بنفس الطريقة دي. ورقة كمان دهنتها، ورقتين اسفة مع بعض دهنتهم بالسمنة، وهبتدي اكشكشه اهو. وهرصهم كمان في الصينية، ويستحسن ان الصينية تكون على قد مقاس الجلاش بالظبط. هستمر بقى بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الورق بتاع لفة الجلاش اللي معايا. بعد ما خلصنا شايفين بقى معايا شوية من السمنة، يعني انا بالظبط استعملت نص كوباية من السمنة. هبتدي اقطع دلوقتي الجلاش قبل ما اضيف عليه اي حاجة وقبل ما ادخله الفرن. يعني زي اي نوع جلاش بنعمله سواء حلو او حادق لازم نقطعه في الاول. وهنا كنت شغلت الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس. لازم الفرن يكون سخن كويس جدا قبل ما ندخل الصينية، وبندخلها على رف اوسط على الشبكة. بعد ما قطعت الجلاش هحتاج كوبايتين من الحليب، هضيف عليهم باكت واحد من بودرة الكريم كراميل، وهقلبهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان بودرة الكريم كراميل دابت كويس مع الحليب. وهسقي بيها صينية الجلاش. كوبايتين الحليب بالظبط على قد صينية الجلاش او على قد لفة الجلاش الواحدة. وهوزعها كده كويس جدا، هميلها يمين وشمال لحد ما اتاكد ان الكريم كراميل اتوزع فيها من كل الجوانب. وبعد كده هدخلها الفرن رف اوسط على الشبكة على درجة حرارة 200. هتاخد يعني ربع ساعة بالكتير قوي. ولو حابين ان هي تكون متحمرة من تحت بزيادة ممكن تحطوها شوية على الصاج من تحت على النار مباشرة. وبعد كده بسقيها بالشربات البارد. احلى حاجة فيها ان سكرها مظبوط. وبالنسبة هي تستاهل ولا لأ، فهي فعلا تستاهل. هي سهلة قوي في تحضيرها، ودي ميزة فيها. يعني لو مش عارفين تعملوا حلويات ايه ومفيش وقت، تقدروا تعملوها بسهولة، مش بتاخد وقت خالص. وبعد ما بتبرد، بعد ما سقيناها بالشربات وبعد ما تبرد نبتدي نقطعها. سكرها مظبوط قوي، خفيفة سهلة، ما بتاخدش وقت في الفرن ولا في التحضير. مش ندمانة لا ان انا جربتها، هي حلوة. تقدروا بقى تضيفوا على الوش اي نوع مكسرات حابينه. ولو عايزين ان هي تكون مقرمشه اكتر من كده ممكن تحمروها زي ما قلت لكم من تحت، وتشغلوا كمان عليها الشوايه من فوق. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوا المكشكشه وتقولوا لي رايكم فيها في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير وتابعوا للصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.